منتخب عربي تتوقع أن يروح كأس العالم بشكل مباشر مع كل المنتخبات؟ يعني كل منتخب اثنين غير المنتخبات الستة اللي احنا قلنا ممكن هم. أنا قلت لك منتخبات عربية، أنا ما يخش منتخبات الستة، عطني منتخبات عربية قل لي هذه المنتخبات راح تتأهل كأس العالم من ضمن ال8.5. بكل تأكيد اليابان، كوريا. لا إله إلا الله. عربية أنا أعطيك الأردن، هذا توقعي. تمام. نعم. ولا المنتخب السعودي؟ اثنين. عبد العزيز حمادة. أنا قطر والسعودية. يا أخي خلها راح تبعد ما تتدخل. شو اسمه؟ قطر والسعودية والعراق. عبد العزيز الإشراف. مثل ما قال ابو سعود، والله هذا من راسي، يعني قطر والسعوديه والعراق اتوقع لهم يعني شان كبير ان شاء الله. ما يدخل فيه. صعب انا داري، بس يعني ان شاء الله قطر والسعوديه والاردن. وصينا ابو محمد. الاردن وسوريا بتكون منافسه شرسه بينهم العراق ممكن بعد. العراق يعني والله انا للحين الفرق ما قنعتني حقيقه. ترى اللي قاله من ساعه انا اتفق مع كابتن ياسر، قال ترى اللي شفتوه في كاس اسيا في طفره صح، وليس استراتيجي وتخطيط. اي طبعا اكيد هاي بطوله مايد في النهايه. اليونان مايد الان يبين الفرس الاصيل. اليونان فازوا بكاس اوروبا ولا وفازوا على صاحب الارض وفازوا عليه في النهائي وبعدها اختفوا ولا تاهلوا لكاس العالم. هالكلام من اي سنه؟ فازوا في الافتتاح وفي الختام. اليومك مختفين. اليوم مختفي اللي هو من 2004. نتكلم احنا في البطوله في البرتغال. لن تتكرر. فلن تتكرر. فانا اتكلم اليوم ان كلامكم صح، هي طفره في النهايه تكون. زين نكمل. عثمان حسنات، منتخبات العربية ممكن تتأهل لكأس العالم مباشرة؟ أنا بتوقع قطر والسعودية بنسبة كبيرة، وإن شاء الله الأردن والعراق يعني لهم حظوظ جيدة بإذن رب العالمين.